قرينا كلنا خبر انه مهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هيجتمع اظن يوم 20 مع رؤساء الأندية او مندوبي الأندية والرابطة لتحديد شكل الدوري الموسم المقبل. ده اللي احنا قريناه. طيب خلينا نقول ايه اللي ممكن يحصل، وخلينا ايه اللي ممكن نحذر منه. قلت لك من بدري انه نظام الهبوط هيتلعب فيه، وكان هناك توجه انه الهبوط يبقى فريق واحد. يبدو انه الان هيقول لك ايه بقى، ايه الغي الهبوط بالكامل. وانا اقول لكم بحكم خبرتي، لان انا كنت في هذا المكان. انا كنت نائب رئيس اتحاد الكوره لفتره، وقبلها كنت عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري لكره القدم. فاللي بيحصل بتيجي الانديه ويجي يقول لك ايه، ما بلاش بقى يعني، بلاش هبوط يعني، ما لهاش لازمه يعني، لانه كله بيتعاطف مع بعضه يعني. يمكن النادي الاهلي دايما بيبقى موقفه واضح يعني. الاهلي بيجي دايما بخريطه كده كامله وباقتراحات كامله ولا يستجيب للضغوط، عشان برضه تبقى قصه واضحه يعني. فاللي هيحصل في هذه الجلسه، البعض بيقول انها الجلسه، خلينا نقول الجلسه بالعاميه بتاعتنا احسن يعني، او في هذا الاجتماع، خلاص بقى يا باشمهندس ما ملوش لازمه الهبوط يعني، الغي بقى الهبوط السنه دي يعني. ده الكلام ده الثلاث 20 مايو. افتكروا بس كلامي ده اللي انا بقوله يعني، هم مش هيطلعوا قرارات يوميها، القرارات هتفضل تطبخ. ده الاكتر من كده بقى ايه، هيجي يقول لك ايه، طب كمان زي ما هو كده بقى غير جدول الدوري بتاع اللي تحت. يعني ايه؟ يعني دوري ال20 نادي ده ملوش لازمه بقى. طب نعمل ايه؟ نعمل 3 مجموعات. ايه؟ 3 مجموعات في كام نادي؟ في 16، في 18، في 14، زي ما انت عايز يعني. وتبقى حلوه، ونوسع القاعده ونقول نضمن مقعد هنا ومقعد هنا ومقعد هنا. ده اللي هيحصل، وده اللي بيتطبخ دلوقتي، ده اللي بيتجهز دلوقتي. ومن هنا انا بحذر وبنبه وبوجه، ارجوك ما تضيعش مكاسب انت عملتها. انت ككرة مصرية اهم هذه المكاسب انك عملت الدوري اللي تحت 20 نادي، وبقى دوري قوي جدا وبنتفرج عليه وبنستمتع بيه. فانت ليه عايز تبوظ ده؟ ثانيا، من فضل حضرتك، في نظام اتحط، انا ضد ان يبقى فيه دوري فردي، موافق على ده جدا، تحريك حته صغيره، لكن ان انت هتهد المعبد من اوله لاخره. طب لصالح مين يعني الكلام ده؟ لصالح مين؟ انت في الاخر بتشتغل لصالح مين؟ بتشتغل لصالح الكره المصريه ولا انا غلطان؟ ايوه بتشتغل لصالح الكره المصريه. فلازم يبقى في رؤيه كده بشكل كويس، ولازم يبقى في تخطيط. ما نقعدش بقى نقول احنا على فكره الكلام ده بنقوله، انا بحب ادور في الارشيفات والحاجات كده، فطلعت مقالات للاستاذ نجيب المستكاوي، الاستاذ عبد المجيد نعمان، والاستاذ ناصف سليم، الاستاذ احمد علام، والاستاذ محي الدين فكري، والناس الكتير الكبار العظام الرائعين دول يعني. وسمعت حاجات للكابتن ميمي الشربيني، والكابتن لطيف، والكابتن جويدي، والكابتن علي زور، والكابتن علاء الحمولي، والكابتن احمد عفت، ومعلقينا الكبار الكابتن مصطفى الكيلاني، والكابتن حماده امام. ناس العظماء هم بيقولوا الكلام اللي انا بقوله ده، يبقى في تخطيط ويبقى في نظام ويبقى 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 ويبقى، لكن يبدو ان احنا مش عايزين. استاذنا الكبير فهمي عمر الحقيقه ليه 10 دقائق ممتعه على كام يوم كده في الراديو في اون سبورت اف ام، بيقعد يتكلم على حاجات، بيتكلم على ذكرياته، بيتكلم على خبراته. كان الاستاذ عمر ما شاء الله دلوقتي ربنا يبارك له ويمدله في عمره يا رب، بيتكلم في حاجات كنا بنتكلم فيها، بيتكلموا فيها من 60 سنه. ومع ذلك للاسف الشديد لا يوجد اي رد فعل، ولا يوجد اي استجابه. وكل ما نعمل خطوه للامام ترجع 50 خطوه للخلف. ما تجيش تضحك عليا بفوز فريق او تاهل فريق ابدا. اعمل نظام، اعمل دوري جيد، اعمل ملاعب جيده، اعمل تحكيم جيد، اعمل ادارات فنيه. انا مثلا جات لي معلومه انه تقريبا جبنا هنا دوره البرو في مصر، وده شيء جميل للمدربين. دي خطوه انا احيي عليها اتحاد الكوره، شيء رائع جدا. واكيد المهندس هاني ابو ريده كان له الدور الاكبر في هذا الامر يعني، لان انا عرفت المعلومه من الاتحاد الافريقي،
وامر اسعدني جدا 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 انه ده يحصل يعني، وخلاص هو تقريبا على وشك يعني. فانت بدات تاخد خطوه للامام، مدربين يبقى معاهم شهادات معتمده، لكن في نفس الوقت ما تبوظليش شكل الدوري العام.